بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله هذا آخر هجوم إذا بقيت وضعية، إن شاء الله الله يرزقنا الشهادة إن شاء الله وقوة الله والبيت، لأن هذا الهجوم ما استشهد بعد ما أدري الوضعية. أي والله. سلامي للحبيب وبهجة نوايا، سلام يا العطور والوان وزايا، سلام يا الغرور. هنالك من يتنفس الجهاد شهيقا وزفيرا، ولم يضع للموت أي اعتبار، لأنه يعرف منزلة المجاهد إذا قاتل ومنزلة الشهيد إذا استشهد. ف20 عاما يمتلكها شاب نذرها للجهاد في سبيل الله. نقدر نروح له، ثم جايين قتلت واحد. شو واحد داعش مات إلى جهنم وبئس المصير. أنت؟ خوش حسين. لا ما ها؟ أنت؟ إيه إن شاء الله إحنا إلى جهنم وبئس المصير. إلى جهنم وبئس المصير. الحمد لله. بإذن الله تعالى. أسعد كاظم حسن دراجي. صوتك يا أسعد. كم سنة؟ أنا 20 سنة. عمرك 20 سنة. 20 ما شاء الله. متزوج. متزوج. إيه الحمد لله وشكرا. أولاد؟ لا إن شاء الله بطلع. حبيبي يا عز ما أحبك يا بعيد بقد مسافاتي. وقاتل قتال الأبطال. فكان يوما إلى جانب الشهيد علي الأنصاري، عندما كان فيها علي يلتقط أنفاسه الأخيرة قبل أن يلتحق بركب الشهداء. إنه أسعد الدراجي الذي كان كبيرا بشجاعته صغيرا بسنه. الدراجي عز ده مو عز؟ عز والله والنعم. سكته لو ما سكته والله والنعم. اطلع الجبل. الدراجي الذي كان يطير فرحا عندما يلحق الظالمون بمثواهم. فزوجتك يا أسعد لن تنسى شجاعتك. أسعد اسمك تثبت إن شاء الله. علي إن شاء الله. إن شاء الله. التي عبرت عن مدى حبك وإخلاصك للوطن. الشهيد الذي أوصى قبل أن يستشهد يحمل في طياته معاني العشق للوطن والأرض. فهنيئا لك الشهادة، وستبقى عنوان البطولة والشجاعة ومنبر الإخلاص للوطن. إن شاء الله نجحنا. عندنا عمليات مقبلين عليها سعودي. ما نريد نفقدك. لا إن شاء الله احنا فقدنا هواية زاد. إن شاء الله هو هذا هدفنا إن شاء الله، النصر أو الشهادة. إن شاء الله احنا بكل الأحوال منتصرين. شو توصي سعودي إذا استشهد؟ أوصي المجاهدين يبقون على هذا الخط ويمشون على طريق ونهج أمير المؤمنين. شو تحب توصل أهلك؟ أهلي إن شاء الله الله يوفقهم ويرزقهم، إن شاء الله دائما خير يذكرون بصوت الفاتحة تشيانياتهم بس. عتاب مهاجر وهجرك طفى بدري. يشيعوني عليهم اللي يقدر، بس إذا هناك في مكان يعني محتاجينكم تبقون بي أبقوا بي، إذا مو ضروري تعالوا يا وشيعوني. وهذا التصوير غير إذا ما استشهد وطلع تعبان كلش. أنا ما نسحقها. شو سحقناها؟